اقف عدل واتكلم عوج، اقف عوج واتكلم عدل، اقف زي ما انت ما عايز الاهلي كده كده بابا الشغلانه. ما هو لما الاهلي لقى بيراميدز دافع في حد عايز يوجه الدوري لبيراميدز، الاهلي انسحب بالشياكه، مش قصه بقى خايف ومش خايف وحكام اجانب والقصه دي. يا عم ده ضحك على الدهون يا عم، هيسكتك بالكاس وتسيب الدوري لبيراميدز، هيسكتك بالدوري وتسيب الكاس لبيراميدز، ما بيراميدز دافع، ما الاهلي لو كان هيكسبك. ما تقول اللي ليك وايه اللي عليك. هو الاهلي لما لقى الدنيا كلها يعني بيراميدز دفع، خلاص خد الدوري، انا هستفاد منك بفلوس، خد الدوري، اسكتك بالدوري زي ما قلت لك قبل كده، هدوس على وش اي حد، انا اخدت فلوس. يعني الدوري موجه لبيراميدز وانت الدوري السنه دي موجه لبيراميدز. امال الاهلي انسحب بالشياكه ليه؟ انا بقى كراجل زملكاوي بفهم كوره احب اقول لك دلوقتي ان الاهلي انسحب بالشياكه، واحنا عارفين من قبل الماتش بيتلعب مش قصه حكام اجانب، والاهلي لو كان جه كان الاهلي كسب الزمالك. يعني الناس اللي بتهاجم الاهلي وبتقول حنف الاهلي كان عنده حق في قرار الانسحاب؟ كان عنده حق طبعا. هو الدوري موجه لبيراميدز يا جماعه من قبل ما الدوري يبتدي، واحنا عارفين الدوري رايح لبيراميدز. زي كاس الرابطه معمول لسيراميكا، ابو العينين بقى قصاد البلد وفلوس مدفوعه، خلاص ما انا مش هخسرك، ما انت بستفيد منك فلوس. واكبر دي على كده ان الاهلي والزمالك بيتغلبوا في كاس الرابطه. الاهلي والزمالك ما يتغلبوش من الفرقه دي في كاس الرابطه. فانا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفه، بس ما حدش بيتكلم عشان احنا احنا ماشيين جوه الحيط مش جنب الحيط.